في مدينة صغيرة، كان هناك رجل يدعى سامي دقيق جدا في عمله كخباز. كان سامي يبدأ يومه في وقت مبكر ويعمل ساعات طويلة ليضمن أن أصناف الخبز ستكون طازجة ولذيذة. كان معروفا بين أهل المدينة بضميره الحي والتزامه بالجودة، حتى أن العديد من الزبائن كانوا يقطعون مسافات طويلة فقط لشراء الخبز من مخبزه. سامي لم يكن يشعر بالرضا فقط بتقديم خبز جيد، بل كان أيضا يهتم بنظافة المكان وسلامة الموظفين. كان دائما يستثمر في أدوات السلامة الجديدة وينظم دورات توعية لموظفيه. لم يكن يعتبر العمل مجرد مصدر دخل، بل هو شغف وحب يتطلب التفاني. وفي أحد الأيام، جاءه عرض مربح ومغري جدا من سلسلة مخابز كبيرة لتزويدهم بالخبز بأسعار أقل. كان الشرط الوحيد أن يقلل من جودة المواد المستخدمة ليتمكنوا من تحقيق الأرباح التي يريدونها. رفض سامي العرض دون تردد قائلا: لا يمكنني بيع خبز للناس ليس جيد بما يكفي ليكون على مائدتي الخاصة. إيمانه بالعمل الجيد وسلامة الآخرين كان أكبر من أي إغراء. لم يكن يسعى للثروة أو الشهرة، بل كان يبحث عن الراحة النفسية التي تأتي مع العمل بالضمير. ومع مرور السنوات، أصبح مرجعا ونموذجا للأمانة والصدق في العمل. تعلم منه الكثير من العاملين معه أن الريادة الحقيقية تكون بالضمير والصدق. حتى أصبح له تأثير إيجابي في المدينة بأكملها. العبرة في نهاية القصة هي أن القيم والمبادئ لا يمكن أن تكون لغرض الربح فقط، بل هي البوصلة التي توجهنا نحو النجاح والأمانة والسعادة. الضمير الحي في العمل يثمر دائما بنتائج تفوق المكاسب المادية ورسالة أسمى وحياة مليئة بالرخاء والطمأنينة.